السلام عليكم على احلى مشاهدين. هنعمل بقى النهارده كفته داوود باشا او كفته الحاتي زي ما تسموها، او كفته الدجاج بالرز. هنعملها بصدور الفراخ. معايا كوبايه رز، معايا نص كيلو صدور فراخ، معايا تومه، معايا 5 فصوص توم، معايا بصله، معايا ربطه كزبره. تمام. هجيب الكبه وهبدا هقطع الكزبره كده بالسكينه. انا بقطعها تقطيع كبير كده كده. الكبه هتفرمها. هقطع ربطة الكزبرة، ممكن ناخد نص ربطة بس لو حابة. يعني انا هنا حاطة ربطة كاملة، فانتي ممكن تاخدي نصها لو مش بتحبي الكزبرة كتير فيها. هقطع بقى على الكزبرة بصلة متوسطة كده، وهحط 5 فصوص من الثوم. وهبدأ هضربهم في الكبة. الرز بقى عندي هنا، الرز ده انا غسلته وحطيته في مصفى كده يتصفى. بتغسليه بس وتحطيه في مصفى يتصفى لمدة 5 دقايق. بعد ما يعدي عليه 5 دقايق في المصفى، هتحطيه بقى في المطحنة بتاع التوابل وطحنيه. هيطلع معاكي كده زي البودرة، زي ما انتم شايفين كده معايا بقى ايه، زي البودرة كده وناعم. فده بيسهل عليكي قوي لما تيجي تضربيها بقى في الكبة مع الفراخ. هقطع بقى الفراخ، صدور الفراخ، وهحطها على الخضار والبصل والثوم اللي احنا ضربناهم في الكبة. وبعد كده هحط عليهم الرز. هاجي بقى كده على الفراخ والحاجات اللي احنا فرمناها. هحط الرز زي ما قلت لكم، يعني بغسله وبحطه في مصفى لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، واطحنه في المطحنة بتاعة التوابل. بس حطيت بقى الرز زي ما انتم شايفين ناعم معايا جدا، فمش هياخد معايا وقت في الكبة، والكفتة هتلم معايا على طول. حطيت بقى أنا هنا معلقة صغيرة من الملح، وهحط معلقة صغيرة من الكزبرة، وحطيت كمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون. تمام. هضربهم بقى في الكبة لحد لما تفضلي تضربي في الكبة، تنعميها في الكبة يعني لمدة دقيقة كده، لحد لما تلم معاكي تبقى كورة كده زي ما شفتها معايا في الكبة. بعد ما تلم معاكي كده في الكبة وتلاقيها كونت كورة كده في جنب واحد، يبقى كده خلاص وصلنا للنعومة اللي احنا عايزينها. طبعا كفتة الفراخ بتبقى طرية شوية عن كفتة اللحمة، قصدي لما بتيجي تتصبع يعني بتبقى طرية. بس لما بتستوي بتبقى زيها زي كفتة اللحمة بالظبط. طبعا ممكن تقللي الخضار شويه. بصي هي مخضره عشان انا مكتره الخضار، انت ممكن تقلليه شويه. هبدا بقى اجيب شويه زيت وهدهن ايدي كده بالزيت، وهصبعها بقى صوابع او كور زي ما انت عايزه. انا عملت شويه صوابع وعملت شويه على شكل كور. تمام. بعد ما اصبعهم بقى واخلص كل الكميه، هبدا بقى هجيب شويه زيت، وهحط معايا اي طاسه عندك، اي حاجه، اي جريل، اي حاجه. هنحط بقى شوية زيت حلوين كده، يعني حوالي كده نص كوباية من الزيت. هنحط شوية زيت حلوين عشان ما تلزقش معاكي في الطاسة. تمام. بعد كده هبدأ هنزل بقى بالكفتة. طبعا لو هتعمليها في حاجة ألمونيا كتري زيت أكتر من كده كمان، يعني كتري شوية عن زيت، يعني حطي حوالي كده كوباية إلا ربع من الزيت. هبدأ بقى ان انا هسيبها بقى زي ما هي كده، مش هقلب فيها عشان هي لسه طرية. هسيبها لحد لما تتشمع من تحت زي ما انتوا شايفين كده، واخدت لون معايا. يعني سبتها حوالي دقيقتين، وبعد كده بدأت بقى ان انا هقلب فيها. هي اول ما بتتشمع معاكي خلاص بتمسك نفسها على طول، يعني كفتة الفراخ بتمسك نفسها بسرعة قوي. بس بعد هبدأ كده ان انا بطلعها بالراحة شوية شوية لحد لما اطلعهم، عشان طبعا الكمية كانت كبيرة وانا كنت حطاهم كلهم جنب بعض. هعملهم بقى وهسيبهم على الجنب التاني اللي برضو لمدة دقيقة او دقيقتين على الجنب التاني. بعد ما سبتهم لمدة دقيقتين كده، نزلت عليهم بقى ببصلة. بصل عادي جدا، تفرميها في الكبة تقطعيها على ايدك، مفيش اي مشكلة. انا مقطعها على ايدي. وبعد كده هبدأ هقلب الكفتة مع البصل لحد لما البصل يدبل معايا وياخد معايا لون خفيف. هي على فكرة البصلة عشان الطاسة معايا سخنة والكفتة سخنة، فأول ما بتنزلي بيها ما بتكمليش نص دقيقة بتلاقيها احمرت معاكي على طول. هقلب بقى البصلة كده مع الكفتة لمدة دقيقة، وبعد كده هننزل بالصلصة. خلاص بقى بعد ما قلبت البصلة اهي، شايفين بدأ البصلة تاخد لون معايا كده شوية. هنزل بقى معايا هنا ب3 معالق كبار من الصلصة. تمام. هقلب بقى الكفتة مع الصلصة،
وبعد كده طبعا انا حاطه على البوتاجاز في العين التانية جنبية، حتى براد بيغلي، يعني في ميه بتغلي. اهم حاجه ننزل على الكفته بميه بتغلي، مش ميه ساقعه من الحنفيه، لان الميه الساقعه هتبوظ لنا الكفته ومش هتديكي نتيجه حلوه، وهتلاقيها ثابت معاكي بقى في الاخر. لا، لازم ننزل اي نوع كفته ننزل بميه سخنه. انا حطيت هنا شويه ملح بس بساط كده عشان الصلصه والميه اللي هنزل بيها. وهنزل بقى معايا كده، هغطي الكفتة كلها بالمية. ليه هغطي الكفتة بمية بتغلي؟ عشان لسه الكفتة فيها رز وفيها الفراخ، هتتشرب المية دي كلها عشان الرز يستوي اللي جواها. طبعا انا غطيتها بقى بغطا، اي غطا عندك، وسبتها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق جيت شفتها لقيتها شربت كل المية اللي فيها، فزودت لها بقى كوباية مية، يعني هي هتشرب كل المية دي. زودت لها كمان كوبايه ميه عشان يبقى فيها شويه صوص كده. تمام، لو انت مش حابه الصوص خلاص ممكن تقفلي عليه. عملت بقى جنبها كده كوبايتين ونص من الرز. عملت رز ابيض خالص، بحمر الرز شويه كده لمده 3 4 دقايق، الرز يبدا يبيض معاكي ويتشمع. هبدا هنزل بيه، كان عندي شويه شوربه هنا، فنزلت معايا باي شوربه موجوده عندك. لو ما عندكيش شوربه مفيش اي مشكله، انزلي بشويه ميه وانزلي بالتوابل بتاعتك وانزلي بالملح. تمام، انا كان عندي شوربه فهي فيها ملح وفيها توابل وفيها كل حاجه. بس هسيب بقى الرز على نار هاديه يتسبك. وهنا بقى عايزه اقول لكم الكفته كانت استوت معايا، وزودتها كمان كوبايه من الميه المغليه عشان لقيتها شربت كل الميه، فزودتها هنا شويه ميه، وهي خلاص كده استوت معايا. انا بقى هطفي عليها وهسيبها كده لمده 5 دقايق. اول ما تسيبيها، كل ما الكفته بتقعد في الصوص كل ما بتشرب الصوص، فانا زودتها كوبايه ميه عشان انا هقفل عليها وهسيبها لمدة 5 دقايق. هتتشرب شوية من تتشرب شوية من المية اللي انا حطيتها لها. تمام، بس كده بقت جاهزة معايا وخلاص. هبدأ بقى ان انا هغرفها معاكم، هوريكم بقى الرز. خلاص الكفتة كده استوت معايا، والرز كمان اهو استوى معايا وبقى حلو قوي ومفلفل زي ما انتم شايفين كده معايا. ليه مفلفل معايا؟ عشان نزلت له بشوربة سخنة او مية سخنة، وكمان انا اديته تشميعة حلوة لمدة دقيقتين 3 كده، قلبت فيه. بس يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.